الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فإننا ندعو المسلمين جميعا إلى العودة إلى كتاب ربهم والسنة نبيهم والتمسك بهما باطنا وظاهرا، والتعاون على البذل والتقوى في ضوئهما، والتآخي على هذا المنهج الحق على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والدعوة إلى ما شرفهم الله به من هذا الدين الحق بكل ما يستطيعون من الوسائل الكتابية في الصحف والمجلات والرسائل والكتب، ومن خلال الإذاعات، ومن خلال مواقع الإنترنت. والحمد لله هناك بعض المواقع السلفية التي تبين دين الله الحق وتدب عن نهج السلف الصالح، وإن شاء الله في الطريق إلى المزيد والمزيد من هذه المواقع النافعة التي تدعو إلى دين الله الحق وتدب عنه. ومما يسرني أن الإخوة في فرنسا قد افتتحوا موقعا اسمه موقع الدعوة السلفية في فرنسا باللغتين العربية والفرنسية. وهدف هذا الموقع نشر الدعوة السلفية في فرنسا وغيرها إن شاء الله، والدعوة إليها والذب عنها بكل ما يستطيعون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص لوجهه الكريم في كل ما نقول ونفعل، وأن يهيئ الله تبارك وتعالى لهذه الدعوة رجالا في فرنسا وغيرها من بلدان الدنيا من أرض الله الواسعة يرفعون راية هذه السنة ويدعون إليها ويذبون عنها. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أنصرف أذكركم بأن المشرف على هذا الموقع وأخونا الكريم الشيخ عبد الهادي، وقد دفع الله بهذا الرجل في مرسيل أمداد فرنسا بل في عموم فرنسا. أسأل الله أن يبارك فيه وأن يكثر من أمثاله وأن يثبتنا وإياه على السنة والهدى وأن يجنبنا وإياه الفتن ما ظهر منها وبطن. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لكم شيخنا على هذه الكلمة الموجزة النافعة. أسأل الله عز وجل أن يجعل لها أذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن يجعلها الله في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون. ونحن معكم شيخنا بقلوبنا وأرواحنا، فإن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف من أتلف وما تناكر من اختلف. وإننا نحبكم في الله شيخنا، وبارك الله في جهودكم وما تقدمونه لأمة الإسلام ولنصرة دين الله عز وجل. بارك الله لكم في جهودكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع في مشارق الأرض ومغاربها. شكرا شيخنا.